السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل حبايبي اللي بيتابعوني على قناتي. هنشرح النهاردة معاكم الدرس الثاني في الوحدة الأولى. درسنا النهاردة بيتكلم عن المهن في بلدنا. درس سهل جدا جدا ومن الدروس اللي انت هتستمتع بمذاكرتها. الدرس ده بيتكلم عن كل المهن اللي موجودة عندنا في بلدنا. طب المهن ديت احنا لو اتكلمنا عن المهن، يعني ايه مهن؟ يعني الوظيفة، ان كل واحد بيبقى ليه وظيفة او عمل بيبقى خاص بيه. انا ممكن اكون انا بشتغل كمعلمة، في مثلا حد بيشتغل كطبيب، مثلا مهندس. فاحنا عندنا في مصر مهن كتيرة جدا. طب المهن دي مهمة جدا، ايوه طبعا مهمة جدا جدا في خدمة الوطن. ما ينفعش استغنى عن اي مهنة من المهن دي، فالمهن دي مهمة جدا جدا. طب لو انا قلت لك ايه واجبنا اتجاه العاملين بالمهن دي، الناس اللي بتشتغل كل مهنة من المهن دي لها دور. طب احنا ما ينفعش نقول المهنة ديت مش مهمة، لا المهنة ديت هي اللي مهمة، لا كل المهن مهمة في حياتنا. طب ايه واجبنا اتجاه العاملين، الناس اللي بتشتغل في المهن دي؟ واجبنا حاجتين: التعاون والاحترام، ان احنا لازم نكون متعاونين مع صاحب المهنة ونساعدهم في عملهم. طب تاني حاجة ان احنا نحترم المهن كلها، كل المهن زي ما قلت لكم مهمة. طب انا لازم احترم كل المهن واقدر جهود صاحب المهنة دي، الشخص اللي هو خاص بالمهنة دي، لازم احنا نقدر جهوده. طب فاكرين لو احنا كنا بنتكلم في الترم الاول عن درس الخدمات، اللي هي الخدمات التعليمية والصحية والامنية، هي دي كنا بنقول ايه في الخدمات التعليمية؟ اللي هي المدرسة، والمعلم بيكون في المدرسة، فاحنا لازم نقدر دور المعلمين، والمستشفى نقدر دور الاطباء. وكمان كنا بنتكلم عن اللي هم رجال الشرطة، اللي هي الخدمات الامنية، لازم نقدر دورهم يبقى او نحترمهم. يبقى احنا واجبنا اتجاه العاملين التعاون والاحترام. طب لو انا قلت لك ينفع او اي مهنة من المهن دي ما ينفعش، يعني ينفع تكون مش موجودة في حياتنا؟ لا طبعا ما ينفعش. تخيل كده لو اي مهنة مش موجودة في حياتنا، الحياة هتكون صعبة جدا، فمش هنعرف نعمل اي حاجة، لان كل مهنة دي لها دور معين، بتخدمنا في حاجة معينة. فعلشان كده لما يجي يقول لك بما تفسر ستكون الحياة صعبة دون المهن، ليه؟ لان كل مهنة ليها اهميتها، ولكل فرد ليه دور بيخدم في المجتمع دي، فعلشان كده كل المهن بالنسبة لي مهمة. طب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم عن درس المهن. طب المهن اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة في 4 أنواع من المهن. في مهن مرتبطة بالزراعة، وفي مهن مرتبطة بالصناعة والتجارة، وفي مهن مرتبطة بالخدمات، وفي مهن مستقبلية. أول نوع من المهن اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي اسمها مهن مرتبطة بالزراعة. يعني إيه مرتبطة بالزراعة؟ يعني الزراعة هي الأساس عندنا، أو أهم حاجة في تقدم بلدنا. لو قلت لك إيه القطاع اللي يعتبر أهم قطاع عندي في تقدم البلد، هتقولي قطاع الزراعة. طب الناس اللي بتشتغل في الزراعة دي مين؟ اقول عليهم مين؟ الفلاحون. يبقى الفلاحون دي بقول عليها مهنة، يبقى مهنة الفلاح. يبقى مهنة الفلاح دي مهمة في حياتنا ولا لا؟ ايوه مهنة الفلاح مهمة في حياتنا. طب لو قلت لك بما تفسر ليه مهنة الفلاح دي مهمة في حياتنا، هتقولي لان الفلاحين هم اللي بيزرعوا الارض لنا بمختلف المحاصيل، زي المحاصيل زي القمح والارز. كمان مش بيزرعوا بس، لا ده هم كمان ان الزراعة بيبقى مرتبط بها تربية الحيوانات، وزي الابقار والدواجن، علشان ينتجوا لنا اللحوم والالبان والبيض. دي بقول عليها الفلاح. طب عشان كده ان احنا بنتكلم عنها دلوقتي، يبقى الفلاح ده من المهن المرتبطة بايه؟ من المهن المرتبطة بالزراعة. طب لو قلت لك سؤال كده، ليه قطاع الزراعة دي من اهم الركائز الاساسية لتقدم بلدنا؟ هتقول لي لان قطاع الزراعة ده بيوفر الغذاء اللي احنا بنحتاجه. طب ايه اهم المهن اللي مرتبطة بالزراعة؟ انا قلت لك الفلاح. طب في حاجة تانية غير الفلاح؟ ايوه في عندنا الصيادون. الصيادون دول برضو مهنة من المهن المرتبطة بالزراعة. طب الصياد ده بيعمل ايه؟ اللي هو بيصطاد الاسماك. ممكن اصطاد الاسماك دي منين؟ من البحار، سواء البحر الاحمر او البحر المتوسط. ممكن اصطاد الاسماك كمان من نهر النيل. فعندنا كمان في الترع بصطاد من الاسماك. المزارع السمكية، المزارع السمكية دي اماكن بتبقى مخصصة لتربية الاسماك الصغيرة. بيبقى عندنا اسماك صغيرة كده احنا بنربيها علشان تكبر، فيبقى عندنا
ثروة سمكية كبيرة. مين اللي بيعمل الدور ده؟ الصياد. يبقى أنا لو قلت لك عندي الصياد والفلاح دي مهن مرتبطة بإيه؟ مهن مرتبطة بالزراعة. عشان كده لو سألتك سؤال وقلت لك ما أوجه التشابه بين مهنتي الفلاح والصياد؟ هما الفلاح والصياد الاتنين متشابهين في إيه؟ هتقولي إن الفلاح والصياد دي من المهن المرتبطة بالزراعة. طب ليه مرتبطة بالزراعة؟ لأن الاتنين بيوفروا لنا الغذاء اللي احنا بنحتاجه. الفلاح بيوفر لنا المحاصيل وبيربي الحيوانات عشان والدواجن كمان عشان إنتاج اللحوم والألبان والبيض. والصياد كمان عندنا بيوفر لنا الغذاء لأن هو اللي بيصطاد لنا الأسماك. فالاتنين بيعتبروا مهن مرتبطة بالزراعة. طب تعالوا معايا بقى للنوع التاني من المهن. يبقى احنا عرفنا ايه المهن اللي بتعمل او المهن المرتبطه بالزراعه. هتقول لي مهنه الفلاح ومهنه الصياد. طب المهن التانية اللي هي مرتبطه بالصناعه والتجاره. المهن المرتبطه بالصناعه والتجاره يجي يقول لك كده دلل على صحه العباره تساعد الصناعه والتجاره على تلبيه احتياجاتنا اليوميه. ليه؟ هتقول لي فعلا لان الصناعه والتجاره دي عندنا ايه الدليل على كده؟ لان بيعمل بيها كل من مين؟ ايه المهن اللي بتبقى مرتبطه بالصناعه والتجاره؟ لو المهن المرتبطه بالصناعه اللي هم المهندسون والعمال اللي هم بيشتغلوا في المصانع، المهندس والعامل، دي مهن مرتبطة بالصناعة. هم اللي بيحولوا ليا المادة الخام إلى منتجات. يعني إيه المادة الخام؟ يعني المادة اللي هي لسه قبل ما تدخل في التصنيع. زي مثلا القطن كده، القطن ده أقول عليه مادة خام. طب أنا لو حولته لمنتج تاني زي ملابس يبقى أنا كده دخلته في الصناعة. يبقى المهندس دوره إن هو بيحول ليك المادة الخام إلى منتجات علشان أنت تستخدمها بعد كده، زي الملابس، زي الأساس، زي السيارات. دي بالنسبة للمهندسين والعمال. طب يبقى دي مهن مرتبطة بالصناعة. طب لو أنا قلت لك المهن المرتبطة بالتجارة، التجارة اللي هم التجار. احنا خلاص صنعنا وطلعنا منتجات، المنتجات ديت التاجر بيعمل ايه؟ التجار بياخدوا المنتجات دي ويعرضوها في الأسواق علشان يبيعوها، علشان احنا نروح نشتريها بسهولة. يبقى التجار ايه دورهم؟ بيعرضون المنتجات في الأسواق والمحلات علشان احنا ايه نتمكن من شرائها بسهولة. يبقى دي اسمها مهن ايه؟ دي بقول عليها مهن مرتبطة بالصناعة والتجارة. يبقى المهن المرتبطة بالصناعة اللي هم المهندسون والعمال، والتجارة اللي هم التجار. عشان كده المهن دي مهمة جدا جدا، ولازم لازم احنا كلنا كأفراد نتعاون مع بعض علشان المهن ديت يعني زي ما قلت لكم مهمة، ما ينفعش استغنى عن اي مهنة من المهن دي. طب لو انا قلت لك ايه العلاقة ما بين الصناعة والتجارة؟ هتقولي ان الصناعة والتجارة الاتنين بيساعدوا على تلبية احتياجاتنا اليومية. الحاجات اللي احنا بنبقى محتاجينها بنجيبها منين؟ بنجيبها من المنتجات اللي هي المنتجات الصناعية، واللي احنا بنشتريها اللي هم التجار بيبيعوها لينا. فعشان كده الصناعة والتجارة الاتنين مرتبطين ببعض، لان الاتنين بيساعدوا على تلبية احتياجاتنا اليومية. يبقى المهن اللي انا بتكلم عنها دي اسمها مهن ايه؟ دي مهن مرتبطة بالصناعة والتجارة. طب ندخل على ثالث نوع من المهن اللي هي المهن المرتبطة بالخدمات. المهن المرتبطة بالخدمات اللي هي بتقدم خدمة للمواطنين، زي ما أخدنا في الترم الأول، اللي هي الخدمات التعليمية بتقدم لنا تعليم كويس زي المعلم هو اللي بيقدم لنا التعليم. المستشفيات عندنا الأطباء، اللي عندنا اللي هي الخدمات الأمنية دي بتقدم لنا اللي هم زي رجال الشرطة. يبقى الخدمات أو المهن المرتبطة بالخدمات دي بتقدم خدمة للمواطنين. طب إيه يعني إيه هي المهن اللي بقول عليها مهن مرتبطة بالخدمات؟ أول حاجة نبدأ بالمعلم، لأن المعلم ده هو الأساس عندنا، هو اللي بيعلم كل الناس ديت اللي بيطلع منه الطبيب والضابط الشرطة، وكمان بيطلع منه ناس كتيرة جدا، مهن كتيرة جدا بيكون أساسها هو المعلم. طب يبقى المهن المرتبطة بالخدمات عندك أول حاجة المعلم، تاني حاجة الطبيب اللي هو بيعالج لنا المرضى، تالت حاجة اللي هم ضباط الجيش اللي بيدافعوا عن الوطن وبيحموه، رابع حاجة الشرطي اللي هو بيحافظ على الأمن، خمسة اللي هو عامل النظافة اللي هو بينظف الشوارع، ستة عندك كمان في عمال اللي هو المقاولات اللي هم خاصة بأعمال البناء والنقاشة والمحارة اللي هم الناس اللي بيبنوا بقول عليهم عمال المقاولات. عندك كمان
عامل التوصيل هو اللي بيوصل لك السلع والمنتجات اللي انت بتحتاجها. عندك كمان السباك اللي بيركب ليك المواسير اللي ميه وبيصلحها. برضو عندك الميكانيكي اللي هو بيصلح السيارات. السائق اللي هو بينقل الاشخاص والبضائع. كل ده بسميها ايه؟ كل ده بقول عليها مهن مرتبطه بالخدمات. يبقى المهن المرتبطه بالخدمات: المعلم، الطبيب، ضباط الجيش، الشرطي، عامل النظافه، عمال المقاولات، عامل التوصيل، السباك، الميكانيكي، السائق. دي كل مهن. احنا واجبنا اتجاه المهن دي ايه؟ ان احنا لازم نحترم هذه المهن ونقدر جهودهم. ما اقولش المهنه ديت مش مهمه، زي مثلا عامل النظافه اقول لا هو عامل النظافه ازاي؟ ايه المهنه ديت؟ ده مش مهم. هو بيعمل ايه يعني؟ لا، هو بيعمل حاجات كتيره جدا. هو اللي بيحافظ لك على نظافه البيئه اللي انت بتعيش فيها. فعشان كده محدش يقول او يقلل من ايه، من اي مهنه تانية او من دور مهنه تانية. فكل المهن كلها مهمه جدا في حياتنا. يبقى انا اتكلمت دلوقتي عن كام نوع من المهن. قلنا المهن المرتبطه بالزراعه، والمهن المرتبطه بالصناعه والتجاره، واتكلمنا كمان عن المهن المرتبطه بالخدمات. اخر حاجه عندنا المهن المستقبليه. يعني ايه مهن مستقبليه؟ عندنا تعريف مهم جدا في الجزئيه دي. لما يجي يقول لك كده ما المقصود بالمهن المستقبليه، هتقول لي ايه؟ مهن جديده. مهن مستقبليه يعني مهن ما كانتش موجوده من زمان، ده المهن دي لسه بدات تظهر دلوقتي. طب ايه السبب في ظهور المهن دي؟ بسبب تقدم العلوم والتكنولوجيا. دلوقتي احنا اصبحنا في عصر التكنولوجيا، فاصبح بدأ يظهر عندنا مهن جديدة ما كانتش موجودة من زمان. يبقى ما اجي اقول لك ما المقصود بالمهن المستقبلية، هي مهن جديدة لم تكن موجودة من قبل، ولكنها ظهرت بفضل ايه؟ بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. عشان كده لو جالك سؤال في الجزئية دي وقال لك بما تفسر ظهور المهن المستقبلية، المهن المستقبلية دي ظهرت ليه؟ هتقول لي بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي. طب احنا عايزين نتعرف على المهن المستقبلية دي زي ايه؟ كلها مرتبطة بالتكنولوجيا. لازم يكون في عندنا انترنت وتكنولوجيا وحاجات من دي عشان المهن دي تبقى موجودة عندنا. زي اول مهنة اللي هي مهنة مبرمج الحاسوب. مبرمج الحاسوب هو اللي بيصمم ليك البرامج الالكترونية دي. البرامج اللي موجودة عندنا ديت مين اللي بيصممها لينا؟ واحد اسمه مبرمج الحاسوب. طب تاني مهنة عندنا اللي هي مصمم الالعاب. مصمم الالعاب اللي هو بيبتكر ليك الالعاب الالكترونيه اللي انت بتلعبها دي. في شخص، دي مهنه بقول عليها مهنه مصمم الالعاب. طب عندك كمان مهنة تالتة اللي هي مطور التطبيقات، اللي هو الابليكيشن اللي انت بتنزله من على الهاتف وكده، هو اللي بيصمم ليك تطبيقات الهاتف. طب عندك كمان مهنة اللي هو صانع المحتوى الرقمي، اللي هو بيقدم ليك محتوى على الانترنت. زي احنا كده، زي انا كده، انا بقدم محتوى على الانترنت علشان الناس تستفاد منه. لازم المحتوى ده يكون بيفيد الناس، يبقى دي اسمه صانع المحتوى الرقمي. بيقدم محتوى على الانترنت، اي محتوى بقى، بهدف ايه؟ بهدف ان هو بيفيد ايه؟ يفيد الناس. طب مهندس الطاقة المتجددة، مش اي مهندس وخلاص، لازم مهندس الطاقة المتجددة، لان الطاقة المتجددة دي من المهن المستقبلية اللي بتعتمد على التكنولوجيا. اصبحت دلوقتي احنا عندنا حاجة اسمها الطاقة الشمسية، هي من خلال الالواح الشمسية اللي هي الطاقة النظيفة. في مهندسين خاصة بالحاجات دي، اسمه مهندس الطاقة المتجددة. مهندس الطاقة المتجددة ده هو اللي بيعمل على إنتاج الطاقة النظيفة عشان يحافظ لنا على البيئة من التلوث. يبقى احنا خدنا كام مهنة دلوقتي؟ 5. المهن دي مرتبطة بإيه؟ مرتبطة أو مهن بقول عليها مهن مستقبلية، ظهرت بفضل التقدم العلمي والتكنولوجي. زي إيه؟ مبرمج الحاسوب، مصمم الألعاب، مطور التطبيقات، صانع المحتوى الرقمي، مهندس الطاقة المتجددة. طب المهن المستقبلية دي بتحتاج إلى إيه؟ إيه المهارات اللي هي بتحتاجها المهن دي؟ لازم يكون أنت عندك تطور كبير جدا في استخدام أو تعرف تستخدم التكنولوجيا. لازم يكون عندك تفكير إبداعي، العمل الجماعي. يبقى لو قالك إيه المهارات اللي إحنا بنحتاج أو المهن المستقبلية بتحتاجها، هتقول لي زي استخدام التكنولوجيا والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي. طب تعالى كده آخر نقطة عندنا في الدرس، بيقول لك بعض العلماء وضعوا أسس علمية، ما زال العالم دلوقتي بيستفيد من الأسس العلمية دي. ومن هذه الأسس اللي وضعها العلماء دي زي التقنيات الحديثة، زي الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة المتجددة. واحنا
احنا بدأنا نستفاد منها في حياتنا اليومية دلوقتي. من أشهر العلماء دول زي ابن الهيثم والخوارزمي والزهراوي. يبقى العلماء دول لهم دور في الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي، دور في المهن المستقبلية دلوقتي. أيوة، إن احنا استفدنا منهم. ما يجي يقول لك يبقى احنا عندنا العلماء وضعوا أسس علمية ما زال إن احنا بنستفاد منها حتى دلوقتي. الأسس دي زي التقنيات الحديثة. يبقى زي من العلماء دي ابن الهيثم والخوارزمي والزهراوي. طب آخر سؤال لو جالك قال لك ماذا يحدث لو قمت بشراء المنتج المصري؟ لو احنا اشترينا المنتج المصري ده هتشجع عندك الصناعة في بلدك، هتوفر فرص عمل جديدة للشباب، التجارة عندك هتزيد، ده هيقلل الاستيراد من الخارج، ستوفر مصر نفقات كثيرة، دي هيؤدي إلى تقدم المجتمع بتاعك وبلدك اللي هي مصر. كده احنا خلصنا الدرس النهاردة، درس سهل جدا جدا وبسيط. شكرا على متابعتكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.